على نسبة مبيعات ومembership في الجيم في شهر يناير السبايك عالي جدا. تعالوا اقول لكم على شوية حاجات غلط احنا بنعملها مع بداية كل سنة وننزل على مفيش. بنحط حاجة اسمها New Year's Resolution، يعني توقعاتي واحلامي والخطط اللي نفسي اعملها للسنة الجديدة. نبتدي بقى بالكبير، انا هخس 30 كيلو، هروح الجيم كل يوم وهعمل دايت قاسي وهقطع حاجات كتيرة قوي من أكلي، هتصل بتلاتة أربعة من صحابي كل يوم، وهحقق حاجات كتيرة قوي في شغلي السنة دي، وهاخد شهادات، وهجيب العربية اللي نفسي فيها، وهعمل وهعمل وهعمل. وتبتدي الأحلام. أحلام حلوة جدا بس تنفيذها كتير صعب. عارفين ليه؟ خلينا كده ننزل على أرض الواقع. محدش فينا يقدر يعمل كل ده، ولو كنت قادر تعمله كنت عملته من زمان، بس مش كل حاجة هتتعمل في الشهرين دول. على نسبة مبيعات وممبرشيب في الجيم في شهر يناير السبايك عالي جدا. بتتحط الممبرشيبس وبتبقى حاجات شهرية علشان تجبرنا ان احنا ندفعها، لان هم عارفين ومتأكدين ان انت هتستمر بس اول شهر، وبعدين الشهر التاني يمكن تنسى تروح، فهم ياخدوا الفلوس وقشطة. على الشهر التالت يمكن برضو تخلي لسه الممبرشيب وما تقدرش تروح، وهكذا لحد ما توصل يمكن على شهر 4 أو 5 تكويت وتوقف الممبرشيب فعلا. فهم كده استفادوا 3 شهور محدش بيروح بس مدفوع لهم. تعالوا اقول لكم ازاي نقدر نحقق كل الحاجات اللي نفسنا فيها في 2026 وبمنتهى السهولة. لكم على السحر اللي بيعمله البيبي ستيبس. انا وانت بنحط امال كبيرة وبنحط احلام كتيرة وما بنفصصهاش لحاجات صغننة. احنا بالظبط ده اللي هنعمله، واللي بصراحة انا عملته السنة اللي فاتت ونفع معايا في شوية عادات اللي انا حكيت لكم عليها المرة اللي فاتت، لحد ما اوصل لاصغر نقطة انا ممكن ابتدي بيها واشتغل عليهم مدة 21 يوم لحد ما تبقى عادة فيا. فدي كده خطوة. انا باخد خطوة او خطوتين بكتير من اللي انا صغرتهم قوي وابتدي اتحكم فيهم لمدة 21 يوم، واعمل تشيك ليست لنفسي كل يوم، بعمل علامة ان انا عملت الحاجة اللي انا نفسي اعملها، وتشيك ليست خلاص اتعملت اليوم ده. اجي لليوم التاني ببقى متحمسة ان انا اعمل تشيك ليست واعلم عليها، اعلم على التشيك ليست، اعلم على التشيك ليست لحد ما توصل 21 يوم. بعد ال 21 يوم ايه اللي بيحصل؟ بتوصل تبقى عادة فيا، يعني حاجة انا ما بقتش قادرة ما اعملهاش، ولو ما عملتهاش احس ان في حاجة غلط ولازم اقوم دلوقتي واعملها او افكر نفسي وبعملها. ومن هنا بدخل على الستبس اللي بعديها وهكذا وهكذا وهكذا. بتكون عادات فينا، بنكون ان الحاجات التقيلة تصبح عادة حلوة فيا واكمل فيها. تكوين العادات هو الاهم بكتير من ان احنا ننجز حاجات كبيرة. خلونا نتقابل في اخر 2026 ونشوف كمية العادات اللي احنا كوناها من بس البيبي ستبس. ايه رأيكم فيها؟ انا فيفا.